دكتور، حضرتك دايما بتعلق على موضوع في كذا مناسبة. حضرتك تقول أنا ما عنديش أي مشكلة إن حد ياخد السيستم اللي أنا عملته والتيم، نظام التيم اللي أنا بعمله والمتابعة بتاعة البيشنتس بتوعي إن هو يطبقوا طالما ده في مصلحة البيشنت، بغض النظر مين الدكتور اللي هيبقى بيشتغل. رجعتينا خطوات كتيرة لورا والقدام وتفكيرات كتيرة. طيب بصي، خليني أقول لك نقطة. أي حد وهو بيعمل حاجة مميزة أو بيحاول يعمل حاجة مميزة بيبقى عنده فكرة إيه؟ أنا عايز أبقى أنا الوحيد اللي بعمل ده، أو أنا أحسن واحد بيعمل الفكرة دي. الحقيقة دي ممكن تكون valid في كل حاجة إلا في الحاجة الطبية. ليه؟ أصل الحاجة الطبية دي خلينا نتفق إن الهدف بتاعنا من اللي إحنا بنعمله مش إن أنا أبقى مميز، إن أنا أديك سيرفيس مميزة. انت بيشنت تمنتني على كل حاجه، فانا عايز اديلك حاجه مميزه. لو انا عملت نظام وقفلت على نفسي زي التلميذ اللي هو عارفه زمان اللي هو بيقعد يكتب اللي بيخبي على الاجابات ماشي هو. لكن هنا في الطب القصه مش كده. انا عملت حاجه شايفها ناجحه جدا وما كانش حد بيعملها قبل كده، فشايفها حاجه مميزه قوي. بتوصل لليفل انه يا رب كل الناس تعمل كده وكل العيانين يبقوا مبسوطين، حتى لو ما كانش عارف ان انت ليك دور في اللي هو وصل له بطريق غير مباشر، بس كفايه ان انت عارف انك ليك دور في اللي هو وصل له بطريق غير مباشر. فالحقيقه ما بزعلش.